السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سفيان القبيل. إن شاء الله سوف أوضح لكم بأن يوجد كود غريب ونادر نادر جدا في المزرعة السعيدة. تم اكتشافه عندما زودنا الدنانير، التي شرحها كما لاحظت الأخ شهاب. زودت فقط شوية دنانير وخربطت بعض الأكواد، وفجأة حصلت على كود غريب ونادر جدا، ولأول مرة سوف تشاهدونه في المزرعة السعيدة. زرت جميع قنوات اليوتيوب، جميع أكواد المزرعة السعيدة، وما لقيت هذا الكود. لأول مرة إن شاء الله سوف أشرحه لكم. أنا اعتزلت عن المزرعة فقط، في ناس طلبت مني هذا الكود، وسوف أوضح لهم كيفية تثبيته في المزرعة السعيدة. يلا نفتح برنامج شارليز، نضغط على البريك بوينت. بريك بوينت. بعد كده لاحظ معايا، نذهب إلى المحرثة ونحرث. أنا معي 12 دينار، الله أعلم كم يحصل من دينار. المهم كود غريب وغريب ونادر جدا، ولأول مرة سوف تشاهده في حياتك. يلا، إذا عجبك الفيديو لا تنسى من الاشتراك ولايك، إن شاء الله سوف يعجبك. نضغط على الإيديت ريكيوست، على الإي إم إف. أنا نسيت أصلا برنامج شارلز. نضغط على الكيويو، على الداتا، نذهب إلى ايد ونحط الكود بتاعنا، كود صاحبنا. نسيل البريك بوينت ونضغط على الاكسكيوت. الله أعلم كم يخصم من دينار. زي ما قلت لك، أنا معايا فقط 12 دينار، 12 دينار. وزودت مستوى بالخطأ، معطي اكتواليزي الكارد. هذا مو درس، هذا فقط تنوير تلبية لطلب بعض الإخوان. يلا نستنى لغاية ما تفتح معنا المزرعة، وسوف نشاهد بأن الكود ثبت معنا إن شاء الله. نستنى شوية. لأول مرة سوف تشاهده في حياتك. كود نادر ونادر جدا. أنا أصلا أول مرة سوف أشاهده في حياتي، لذلك قررت أن أعمله لكم. إني يريد يعمل في مزرعتي. خصم مني، كان معي 12 دينار، خصم مني أربعة دنانير، وزادني مستوى واحد. لاحظت معي 4 دنانير وزادني مستوى. الكود إن شاء الله سوف يظهر معي. هذا هو كود القزم الخرافي. كود القزم الخرافي زي ما انتم شايفين، كود نادر وغريب ورهيب جدا. انا اول مرة سأشاهد هذا الكود. لاحظ كيف هو. جميل جدا. لاحظ فوق رأسه، عجيب عجيب جدا. وهو متواجد في بروفايلي أو في مزرعتي. هذا هو. لاحظتوا معي. يا رب يكون أعجبكم. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا، سهلة أن تضغطوا لايك على الفيديو، اشتراك، وإذا تريدون تزورون على صفحتنا مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. إذا ما أعجبك الفيديو، إذا ما أعجبك الفيديو أو الكود، حط ديسلايك، ومليش دعوة فيه. كوده 201. سوف تجدون الكود أسفل الفيديو. يخصم 4 دينار، زادني مستوى واحد. يلا أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.